السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. النهارده جايه وجايبه لكم فيديو حلو جدا جدا. النهارده هقول لكم على افضل طريقة لتخزين التوم. انا من الناس اللي ما كنتش بحب ابدا اخزن التوم، نفرمه بقى ويبقى طري ونحطه في الفريزر ويطلع ريحه. وكمان في خبراء تغذيه قالوا ان الطريقه دي بتتفاعل في الفريزر وبتطلع نتيجه مش كويسه جدا، والتوم بتاعنا ما بيكونش صحي خالص. عشان كده انا كنت رافضه تماما تخزين التوم. بجيب التوم بتاعي اول ما ينزل في الموسم بتاعه واحطه كده في البلكونه او في مكان فيه هواء لحد ما ينشف ويفضل عندي طول السنه. لحد من سنتين التوم بتاعي بيفضل. الصراحه مش عارفه ايه السبب، حاجه في التخزين، حاجه مش صح، بيجي عليه شمس كتير، مش عارفه ايه السبب. وبضطر ان انا اشتري توم غالي جدا او كمان اشتري انواع التوم الصيني وانا ما بحبهاش ابدا. عشان كده السنه دي قررت ان انا اخزن التوم. خزنت التوم بطريقه حلوه جدا جدا، وعشان انتوا حبايبي مش بحب ابدا اداري عليكم حاجه. بصوا بقى انا عملت ايه في التوم. دي الكميه اللي انا شلتها، وهكمل باقي الكميه بنفس الطريقه زي ما انتم شايفين. تعالوا الاول اوريكم الكوع شكله عامل ازاي. بصوا بقى الجمال، سامعين؟ مكسرات مش كده، حلوه قوي قوي قوي. تعالوا بقى اقول لكم انا خزنت الطريقه التحفه دي ازاي. كل الحكايه ان انا بجيب التوم بتاعي بفصصه واحطه في برطمانات زي ما انتم شايفين كده وبشيله في الفريزر. حلوه قوي قوي الطريقه دي. اول حاجه هو لما بيدخل الفريزر مش بيلزق في بعضه ابدا. بصوا ده طالع من الفريزر بيتجمد وبيبقى بنفس الطريقه، ودي حاجه حلوه جدا جدا ان انا ممكن اخد منه الكميه اللي انا عايزاها وارجع كل حاجه في البرطمان. كمان في ميزه تانية حلوه قوي قوي، ان هو ما بيلزقش كله في بعضه. الطريقه التانية اللي بتتفرم في الكبه بتلزق في بعضها وبنضطر نكسر منها حته. وكمان فيها عيب فظيع جدا ان بتسيب ريحه في الثلاجه، او بقى لو في ناس بتخزنها كويس قوي عشان ما تطلعش ريحه. وزي ما قلت لكم ان خبراء التغذيه اتكلموا عن الطريقه اللي هي بتتفرم، وقالوا لما تتفاعل في الثلاجه بتقل من قيمتها الغذائيه وممكن تكون ضاره مش نافعه. والثوم من الحاجات الكويسه جدا جدا للجسم، عشان كده لما نيجي نحفظه بطريقه كويسه جدا. الطريقه دي حلوه قوي قوي. انا هكمل باقي الثوم بنفس الطريقه واحطه في برطمانات واشيله في الفريزر. يلا انت كمان قبل الثوم بتاعك ما يفضى عشان ندخل العيد واحنا عندنا الثوم بتاعنا، الثوم الاحمر التحفه اللي انتوا شايفينه ده. اعملي نفس الطريقه، فصصيه حطيه في برطمانات وشيليه في الفريزر. افضل طريقه لتخزين الثوم. ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد انا بعمله. بحبكم في الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.